يا ترى المصريين قالوا ايه؟ عايزين المصريين يوصلوا الفيديو ده ل20,000 لايك عشان يوصل لكل اخواتنا العرب ويشوفوا قد ايه اننا بنحبهم. احب اقول لهم ان انتوا بجد ناس بتاعت شغل جدا، ناس محترمه جدا، ناس بتتحط في اي مكان بتثبت وجودها. عمرهم ما كانوا عبء او الواحد حاسس ان هم مش في بلدهم. لا، الناس بجد خدومه جدا، مش بحس اصلا ان هم مش مصريين يعني. وبجد من اطيب الناس اللي الواحد ممكن يقابلها. اقول لهم حاجه حلوه، اقول لهم ان انتوا فين؟ انتوا عند مين؟ انتوا عند ماما دي مصر ام الدنيا. عارفين انتوا فين؟ انتوا عند الحنان والرجوله والشجاعه والسعاده والحب والارض الطيبه وناسها طيبه اللي ايديها معموله كده لكل الدنيا. والله اخواتنا اليمنيين والسوريين وكل اخواننا العرب اللي ينورونا في القاهرة، أقول لهم أهلا بكم في بيتكم التاني، وقلوبنا معاهم في كل اللي بيحصل معاهم وكل القلق والدمار اللي تسبب لهم، فأهلا بيهم في بلدهم وجوه عنينا. والله يا باشا هم منورين مصر، دي بلدهم أصلا يعني، كده دي بلدهم. أول حاجة بحب أقول لهم اللي ينوروا في بلدنا بلدهم التاني. مصر دايما هي حصن منيع لأي دولة، وأي مشكلة بتحصل في العالم يجوا مصر. أيام الحرب العالمية الثانية والأولى أهل اليونان وفرنسا وإنجلترا كان بيلجأوا لمصر طبعا. مصر دايما الحضن الدافي وأمان لكل العالم على فكرة. يعني أيام مشاكل اليمن جه عبد الناصر طلع الجيش المصري عشان يحمي إخواتنا اللي في اليمن. وبرضه كمان أيام الحرب المشاكل 67 والمشاكل الثانيه كان في وحده وطنيه او وحده اقتصاديه وسياسيه بين مصر وسوريا. فدايما علاقتنا بين مصر وسوريا علاقات تاريخيه. سليمان حلبي اللي قتل كليبر اصلا سوري، هو ما كانش بيحمل الجنسيه المصريه عشان يدافع عن بلده، لكن هو الحس الوطني والاسلامي اللي جواه خلاه ده يقتل كليبر رغم ان هو مش محتل بلد تانية خالص. على دماغنا ومنورينا ومش عايزينهم يعني يسيبوا مصر، ومصر ام الدنيا وبترحب باي حد يجي فيها بصراحه. اللي بيجي مصر ما يحبش يسيبها اصلا. مصر ام الدنيا كلها وام العرب اصلا. اقول ان شعب عربي وشعب مسلم واحد، فالمفروض ان مصر كله يعني اذا دعا جزء في الجسد الجزء الباقي بيشيله. فاعتقد ان كلنا واحد، يعني المفروض ان كل مصر تشيل العرب كلها، او اي عربي يشيل اي دوله عربيه واقعه. فده امر طبيعي لكل الناس، وهم كده كانوا متعاونين معانا من ايام الجمهوريه العربيه. فسواء احنا وقفنا معاهم في حرب اليمن مع اليمنيين، وفي سوريا وعملنا وحده وطنيه ايام جمال عبد الناصر كانت الجمهوريه العربيه المتحده. واحنا يعني مش شعب بنرحب بيكم في مصر هنا. احنا فتحنا لكم بيوتنا، احنا قلنا حاجه واحده بس، احنا قلنا نفسنا نغمض ونفتح نلاقيكم زي ما كنتم، ويمكن زينا ويمكن احسن مننا. بس عايز حاجه حلوه قوي من قلبكم، ما تزعلوش، لان دايما بعد العسر يسر. يعني الشعب المصري أكتر شعب متضامن مع الدول كلها، وبيرحب بأي دولة وأي شعب في أزمة فيه، ومصر بترحب بأي فئة من جميع الدول يعني. تحب تقول لهم ايه بقى لاخواتنا السوريين واليمنيين؟ أقول لهم إن إحنا كلنا طبعا دول عربية وبنتكلم لغة عربية، فكلنا واحد وكلنا متضامنين معاهم يعني. ومصر بترحب بأي بلد وأي دولة في أي أزمة ليها. والله دول الحقيقة أنا ناس بروالنا وفوق دماغنا من فوق، وإحنا طول عمرنا مع بعض يد واحدة. نورنا وفوق دماغنا وكويس ده يعني. هم منورنا ودول بلدهم زي بلدهم بالظبط يعني. هنا بلدهم التانية، لو ما شالتهمش بلدهم تشيلهم مصر. ومنورنا وان شاء الله يتبسطوا هنا في مصر. والله نقول لهم اهلا وسهلا فيكم في بلدنا، يعني بلدكم الثاني مصر. يعني معروفه ان مصر دي هي ام الدنيا يعني الشقيقه الكبرى لجميع الدول العربيه. فبالطبيعي انها لازم تستقبل اي شقيق عربي، وفي ظروف زي اللي بيمروا فيها دي لازم طبعا نستقبلهم. في بلادنا ما نقدرش نقول حاجه يعني. احب اقول لهم ان هم منورين فعلا بشغلهم
يعني جم يشتغلوا ويستثمروا ويعملوا مشاريع هايلة. وحتى المصريين كلهم بيحبوا قوي أكلهم والشاورما بتاعتهم والأكل بتاعهم، ومنورنا يعني بشغلهم وبيستثمروا بجد وبيشتغلوا بقوة يعني، وبيعلمونا كل حاجة جميلة كمان. طب انت بتحبي الاكل السوري اكتر ولا اليمني؟ انا يعني بدوق الاكل السوري اكتر وبحبه، والاكل اليمني كمان يعني. بتحبي ايه في الاكل السوري؟ الشاورما بتاعتهم. طب انهي مطعم انت بتحبيه طيب؟ لا ما فيش مطعم معين يعني بصراحه. بتحبي اي حاجه سوري؟ بحب اي حاجه سوري جميله. طيب بحب طبعا الاكل السوري، طبعا جميل جدا يعني. ايه الاكلات اللي انت بتحبها طيب في الاكل السوري؟ هو الاكل السوري طبعا متفوقين جدا في اللحوم والمشويات، فانا احب دايما زي الشاورما، الفطير. اكتر حاجه بحبها طبعا باب دمشق، وفي اهل دمشق محلين معروفين قوي. السوري. طب ايه بقى الاكل المفضله ليك؟ بصي، هو تقدري تقولي كل الحلويات اللي بيعملوها حلوه جدا جدا يعني. لا السوري. ايه السوري اللي انت بتحبه؟ بحب الفتة، شاورما فتة. أنا أكل الكشري بتاع مصر. والله يمكن السوري جربناه اكتر. طيب ايه مثلا من الاكلات السوري اللي بتحبها؟ يعني مش حاجه معينه، بس في الغالب يعني السوري هنا في مصر منتشر اكتر من اليمن. فعلا الاكل اليمني يعني السوري اصلا ما فيهوش غير يعني يعني كلها حاجات يعني شاورمات، حاجات اسمها المناقيش، مخبوزات، حاجات زي كده. لكن بالنسبه للاكل اليمني اكل مفيد اكتر يعني، حتى هم معظمهم بيعملوا الاكل بمواد طبيعيه جدا 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 ودسمه، يعني زي العسل السدر اليمني، وعندك العسل السمر، ففي كذا حاجه كتيره جدا مفيده بالنسبه للاكل. الاكله المفضله ليك؟ انا المندي. المندي ده افضل حاجه عندهم يعني. ايه اشهر مطاعم او ايه المطعم اللي بتحبه اليمني؟ يعني عندك البيت اليمني، وفي الوليمه، وفي كذا مطعم كتير جدا يعني، في مطاعم كتيره جدا هنا يمنيه. مين؟ الاكل السوري ولا اليمني؟ لا السوري. طب اللي بتحبه؟ يعني عامة شاورما وبتاع حاجات كتير. لا انا بحب هو بالنسبه للسوري انا بحب الاكل السوري، الحلويات السوريه، وهم اساسا حلوين من وجه كده، وحلوين من جوه ومن بره. وبعدين اليمنيين فيهم القهوه، السهر كده، يعني كل حاجه حلوه فيهم. لا اليمني بتحب انهي اكل؟ احنا رايحين ناكل دلوقتي اكل سوري يعني. بتاكلوا ايه طيب؟ لا شاورما سوري وفته وبتاع. ايه المطاعم طب اللي بتحبها؟ والله في ابو عمار، في واحد هنا قدام مش فاكر اسمه، سريانة. تمام. بخلص حتى الشغل، انا في الطبيعي رياضي. تمام. من ساعه لما السوريين دخلوا وبقيت باكل بره، بقيت حاجه تانية خالص، سبت الملاكمه بقى وبتاع. شرفتني يا فندم. ربنا يخليك يا رب. الف شكر.